السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح العسل أو مساء العسل على حسب ما بتشوفون. اللهم يا مقسم الأرزاق، اقسم لنا في هذا المساء من توفيقك ورضاك وغناك وتيسيرك لأمورنا، فإن لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم هون ثم هون ثم هون ثم أرح نفسا لا يعلم بحالها إلا أنت. اللهم يا كافل العباد وواهب الأرزاق وموزع العطايا، ارزقنا نورا في القلب وضياء في الوجه وعافية في البدن وسعة في المال والعلم والعمل ومحبة في قلوب الناس وحسن الصفات وصلاح الأعمال والنيات. قولوا بقى امين امين يا رب العالمين. يا رب يتقبل منا يا رب. يا رب اصلح حالنا يا رب. يا رب وسع رزقنا يا رب. قولوا امين امين. وعايزين كلنا ندعي ونكتر بقى من الدعاء. عاملين ايه واخباركم ايه؟ وحشتوني وحشتوني. وبعتذر لكم عشان بقالي كتير ما بنزلش فيديوهات، بنزل كده كل فين وفين، ف سامحوني وادعوا لي، ادعوا لي كمان كتير معاكم. ادعوا لي، يعني مش تدعوا لنفسكم بس، لا ادعوا لنفسكم وادعوا لي معاكم. النهارده بقى رحت السوق وقلت اشوف كده الاسعار عامله ايه، واجيب كده حاجات بسيطه كده جدا من السوق. بصراحه لقيت الحاجه غاليه جدا، يعني ما كنتش عارفه اللي هي كده غاليه كده. القوطه احلى حاجه فيها ب15 جنيه، وفي ب12، وفي ب10. المستويه ب10. طبعا القوطه ما كانتش كده، ما كانتش غاليه كده. فروحت النهارده السوق لقيتها غاليه. كان عندي صلصة وكنت باخد منها، وما كنتش عارفة بقى ان الحاجة ايه، ولعت كده. انا مش عارفة بصراحة ولعت ازاي كده. وبجد الله يساعد الناس والله يكون في عونهم. ولا ادخلي المدارس بقى، فيعني ايه، هاتوا الحاجات الوسط، يعني برضو ما تزعلوش نفسكم وما تضايقوش نفسكم، وهاتوا الحاجات الوسط. على قد لحافك مد رجليك، واعملي من الفسيخ شربات على قد برضو يومية زوجك، مشي حالك بيها. اداكي والله كتير، هاتي حاجات وخزنيها. فرزي ما تصرفيش كده في الهفا. اداكي قليل برضو، هاتي برضو الحاجات كده على القد. ممكن تنزلي السوق اخر النهار وتجيبي الحاجات كده ايه، على قد الحال كده. بتبقى الحاجة يعني دبلانة شوية كده وبسعر رخيص، ما يجراش حاجة. هاتي اقفي جنب زوجك ومشي بيتك ومشي حياتك وخلي الدنيا تمشي. الكمثرى اتفاجئت ان هي ب25 جنيه. انا عايزه اقول لكم ان انا كمان في حته شعبيه، يعني انا مش قاعده في حته هوي ولا الكلام ده. لا، الكمثرى اللي كانت ب5 جنيه وب10 جنيه نزلت النهارده لقيتها ب25 جنيه. البطاطس ب12 جنيه. يعني ما تضحكوش عليا والله. ما تضحكوش عليا. البتاع اللي انا ماسكاها دي شاورمة فراخ، يعني بانيه كده متقطع كده قطع صغننه، دي ب75 جنيه. بس الفراخ نزلت، يعني احنا مش هن ايه، مش هنأفور قوي يعني. لا، الفراخ نزلت. الفراخ كانت غالية عن كده. وكان البانيه اصلا ب150 جنيه. دلوقتي بقى ب75 80 او 100 جنيه في الرينج ده يعني. الملوخية ب5 جنيه. القوطة زي ما قلت لكم، في ب15 وفي ب12 وفي المستوية ب10. والليمون ب10 جنيه. ما هو مش معقول يعني كل حاجة هتبقى غالية، يعني في حاجات غالية وفي حاجات رخيصة. والبتنجان دوت ب8 جنيه. وفي اللي هو يعني مش أقل من ده كده شوية، كيلو ونص ب10. وفي أحلى من ده شوية ب10 جنيه. أنا جبت الوسط. والبطاطس ب12، والصغيرة ب10، وفي ب15. بس أنا نقيت يعني من اللي هي ام 12 دي حلوة، جبت برضو الوسط. والطماطم برضو ب12، جبنا برضو الوسط. يعني عايزه اقول لكم، عامله حسابي ان انا اجيب حاجات كتير من غليب والحاجه. انا ما بقتش عارفه اجيب ايه، بقى عندي كده زي ذهول، مش عارفه اجيب ايه. البصل لقيته ب17 وب20 جنيه، والصغير ده ب15.
عايزه اقول لكم البصل لما تيجوا تجيبوه ما تجيبوش البصل اللي هو ايه الحبايه كبيره، لا هاتوا بصلايه كده وسط. يعني ما تجيبوش الصغير قوي دوت، عشان الصغير ده انا عايزاه لحاجه معينه. انما ايه، انتوا هاتوا البصل اللي هو الوسط، يعني اكبر من ده سنه كده شويه كده، على قد اللي انت تاخدي البصلايه تحطيها على طول في الشوربه. على قد تاخدي على طول البصلايه هتحطيها في الطبيخ، هتحطيها في حاجه. مش لازم بقى ايه تجيبي بصلايه كبيره وتحطيها كلها في الشوربه، وانتي مش محتاجه ان انتي تحطي كل ده في الشوربه. او تحطي نصها وترمي نصها، ولا تخلي نصها تقولي هبقى احتاجه في وقت تاني ومش هتحتاجيه وهيسود ولا يسمر ولا ينشف. فلا، هاتوا الوسط، وخير الامور الوسط. والوقت يعني كل اللي كان حاله حتى متيسر الحال في ظل الغلا اللي احنا فيه ده بقى بيتنشأ على الجنيه كده. فمش حالكوا كده عشان حالكوا يمشي. انا بصراحه كده اما لقيت الاسعار دي يعني مش هخبي عليكم، يعني جبت الحاجات اللي انتوا شايفينها دي بس كده. قطعت حوالي يعني حوالي 200 جنيه، رينج 200 جنيه كده الحاجات اللي ملهاش لازمه دي، او 170 يعني برضو. وقلت بقى اجيب البطاطس دي اعمل منها مره صينيه، ومره اعمل منها مسقعه، ادي كده يومين. ولو قضي التاني معايا ممكن اعمل منها مهروسه، ادي كده 3 ايام. الشاورما دي قلت هعمل نصها شاورما عادي جنبي مثلا بطاطس محمره كده. ممكن نعملها في كريب عادي، ونص كيلو دقيق هيعمل لنا كريب قد كده، او ربع كيلو حتى هيعمل لنا كريب قد كده. ومقادير الكريب عندي في القناه، لو عايزين ادخلوا عندي في القناه واكتبوا ايه طريقه الكريب لمطبخ الشيف نجلاء لطفي، هتلاقوا عندكم المقادير بتاعه الكريب. عملت عندكم مقادير كوبايتين دقيق كمان. قلت ممكن اعمل ايه كريب كده بالشاورما وبطاطس محمره، وادي كده ايه وجبه كده رابعه. وقلت اخد نص الشاورما التانية دي اعمل ايه، اعمل ممكن كبسه بيها جنب حبه رز كده، ولو في سلطه فيه بقى ما فيش كيس مخلل وهمشي الحلو. ادي كده وجبه 5. وقلت بقى يلا ايه الحمد لله. ادي كده لو بصينا هنلاقي ان 5 وجبات عملوا لنا ايه. احنا قلنا بطاطس صينيه وبطاطس مهروسه ادي كده يومين، وقلنا يوم مسقعه ادي كده 3، ويوم شاورمة الفراخ ادي كده 4، ويوم الكبسة ادي كده 5. شوفوا بقى احسبوا إيه ال5 ايام دول كده في 200 جنيه. طبعا صينية البطاطس انا عندي القوطة، المسقعة برضو عندي البطاطس وعندي البتاع، ممكن احط لها قرن فلفل وممكن ما اجيبش. يعني لو انت ما عندكيش حاجة، ما عندكيش فلفل والفلوس دي بس اللي معاكي، خلاص ما تتعبيش نفسك. بس يعني ايه هي بصراحة بالفلفل بتكون احلى. وهي بقى لو حراق هاتي حتى قرنين فلفل حراق وانت بتشتري الفول ولا حاجة. وهاتلي حاجة من السوق والله بجد، عشان السوبر ماركت ولا الهايبر اللي جنب البيت ده بيخرب البيوت، يعني مش عايزين نخرب بيوت حد بس بيبقى الحاجة فيه غالية، مش زي ما تروحي السوق كده وهتلاقي الحاجة كتير قدامك وانت تنقي اللي انت عايزاه وتجيبي اللي انت عايزاه. يعني لو انا صرفت 200 جنيه هيبقى الوجبة واقفة معاكم مثلا على 40 جنيه او 35 جنيه. انا يعني ما صرفتش ال200 جنيه للامانة كلهم، يعني صدقا يعني صرفة حوالي 170 حاجة كده يعني. ف 35 جنيه ولا 40 جنيه جنب مثلا لو انت عايزة تعملي حبة رز جنب صينية البطاطس، يعني مثلا هتبص تلاقي برضو الدنيا هتمشي. او هتاكليها بالعيش وما فيش فلوس تجيبي رز، كليها بالعيش ومشي حالك، وما تقعدوش تتخانقوا على المصاريف وعلى الدنيا دي ماشيه، ما احناش قاعدين مخللين فيها، مفيش حاجه قعدنا الا اخرتنا وعملنا. وبعدين اديكوا شايفين الحاجه غاليه ومرتبات زي ما هي، او لو زادت حاجه بسيطه، فالناس هتعمل ايه والرجاله هتجيب منين؟ وربنا يصلح حالنا يا رب ويوسع رزقنا جميعا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه.